السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الجليل خريف، رئيس المجلس الجامعي لزاكورا. اليوم كتعرف الجامعة الترابية لزاكورا واحد مجموعة من التدشينات، ولله الحمد في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا والغالية على جميع المواطنين والمواطنات، اللي هي الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. هذه التدشينة كتعرف واحد المجموعة من المرافق اللي تم التدشين ديالها لا على المستوى أو الهيكل ديال وزارة الصحة والتعليم وهناك التعاون الوطني. أما بالنسبة للجامعة الترابية كتعرف ثلاثة ديال المشاريع جدد. هناك تم استكمال ملعبين للقرب اللي كيعرفوا في دار الطالب وحي أسرير، واحد التكلفة اللي كتقدر تقريبا 1.5 مليون ديال الدرهم. بالاضافه اللي هو مهم وجد مهم جدا هو السوق النصف اسبوعي اللي الحمد لله كيعرف تقريبا التكميله ديالو وعرف التدشين ديالو بواحد المبلغ تقريبا واحد 24 مليون ديال الدرهم. اليوم تم التدشين ديالو من طرف السيد العامل الله يجازيه بخير ورئيس الجامعه واحد المجموعه ورئيس المجلس الاقليمي النائب الرئيس ديال الجهه والوفد المرافق. هاد المرفق هذا كيعرف واحد التكميله تقريبا كتقدر بواحد 1.4 ديال الدرهم اللي هي في طور الانجاز الان، بالاضافه الى استكمال الساحه ديال الجهه الشرقيه لوادي درعا اللي هي امام فندق رضا. هذه التكميله هذه اللي كتعرف واحد لاميناجمون واحد التهيئه اللي كتعطي واحد التوسعه لهذه الساحه هذه امام تقريبا، ومشاركين فيها واحد المجموعه ديال المتدخلين وخصوصا المجلس الاقليمي للسياحه اللي كيعطي واحد الوجه جديد لهذه الساحه هذه. يدل هذا على شيء، وانما كيدل على واحد خدمات ديال القرب اللي كتخدم بالصالح ديال السكينه وديال هذا البلد العزيز علينا وخصوصا سكينه مدينه زاكورا. كم الا كنتكلموا على السوق النصف اسبوع، والحمد لله تم اعاده الهيكله ديالو او التاهيل ديالو، وعرف واحد 4 ديال المراحل ديال التاهيل ديالو. المرحله الاولى اللي هي لاميناجمون ديالو في الطرقات وفي اعاده الهيكله ديالو، والمرحله الثانيه هي الشاربونت يعني المظلات حديديه. هذا المشروع الاول كيعرف تقريبا واحد 9 مليون ديال الدرهم، ما يفوق 9 مليون ديال الدرهم. المرحله الثانيه وصلت واحد 10 مليون ديال الدرهم. المرحله الثالثه تقريبا اللي هي عرفت واحد 11 بوتيك راه تم التدشين ديالهم حاليا، 11 بوتيك وواحد المقهى، بالاضافه الى محل بيع اللحوم والى غير ذلك. كيعرف تقريبا هذا المشروع هذا كيعرف تقريبا واحد 2.9 مليون ديال الدرهم.